من اقوى الحاجات او من اقوى الاليمنتس اللي بتديني احساس الفلو في الرسمه بتاعتي الغيوم او الكلاودز او السحاب. دي من ضمن العناصر اللي بتفرق جدا جدا في الباك جراوند اللي قدامي، او هي اللي بتديني احساس الدايناميك واحساس الحركه واللاينز اللي في الباك جراوند. اغلبكم ما بيهتمش بيها، يعني اغلبكم مش بيهتم بالسماء، وعلى الرغم ان هي من اقوى العناصر اللي بتظبط في التكوين بتاعي، الا ان هي حاجه مهمه جدا. مشهد زي اللي موجود قدامنا رقم واحد ده، المشهد اللي قدامي، شايفين الكلاودز دي عامله انهي دايركشن كده، انهي اتجاه؟ مخليه عيني فين؟ مبروزه الكاركتر هنا وهي محوطاه. طيب مشهد رقم اتنين، مخليه الكاركتر هنا واقف از ايه؟ از سوبر هيرو، مبروزاه، عامله له فريمنج. طيب رقم ثلاثة، الدايركشن ده احنا اتكلمنا عنه في محاضرة بتاعة الكومبوزيشن وقلنا اللي هو ايه؟ دايجنال، صح ولا لا؟ طب الدايجنال ده محسسني احساس ان فيه ايه؟ اكيد هو بيمهد للي جاي بعده. يبقى المشهد بتاع حركة الكلاودز هنا مشهد ثانوي، هو تأكيد على اللي ايه؟ على الاكشن اللي هيحصل بعد كده. حاجة تانية، لو بصينا هنا الرقم ثلاثة، الفريمنج اللي معمول هنا ده بشكل مختلف، مديني امتاع بصري بشكل معين، وفي نفس الوقت الدايركشن كلها بتبص على ايه؟ على الكاركتر مع الخطوط اللي تحت بتاعة الأرض. فالدنيا ايه؟ تصميم عندي متزن. لو انا بس برسم مشهد جبلي او حاجه، مش برضو ال السحاب هيعمل لي نوع من انواع الريتم او الايقاع حوالين الجبل بتاعي ده، بحيث يديني احساس قد ايه هو شاهق وقد ايه هو بعيد وهكذا. يبقى معنى كده ان العناصر المساعدة اللي بتكون عندي في المشهد بتاعي مهمة جدا، لا تقل أهمية عن العناصر البطل أو العناصر الأساسية، لأنها هي اللي بتعمل لي إيه؟ هي اللي بتعمل لي البالانس الحقيقي، هي اللي بتعمل لي الريذم والإيقاع الحقيقي لإيه؟ للمشهد.